السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعينا على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهارده إن شاء الله جايبه لكم فكرة جميلة جدا، وهي ازاي لو عندك اطباق بيضة زي كده أو مجات ازاي تزينيها بطريقة بسيطة جدا بتدي منظر حلو، وممكن تستخدميها كديكور وممكن تستعمليها عادي. بتدي شكل حلو قوي. كل اللي نحتاجه دي مية دافية، وعندي منوكير بالشكل ده نحط منه. انت ممكن تختاري بقى الألوان اللي انت عايزاها، ممكن كده، ونجيب اللون ده ونحط اللون ده اهو بالشكل ده. ممكن نجيب خلة اسنان عشان نوزعه بس كده يدينا شكل. طبعا عشان المية سخنة هو عمل عندي شكل على طول فمسك نفسه. احنا ممكن نعملها نخلي المية مش دافية قوي عشان نقدر نتحكم فيه، ونعمل كده اهو بالشكل ده. اداني عندي شكل جميل جدا للمج. نحط ينشف كده. نيجي هنا نحاول نعمل باللون البينك ده اهو بالشكل ده، ونيجي نحط الطبق بتاعنا كده اهو شكله جميل جدا. نسيبه ينشف ونوريكم شكله عامل ازاي بعد ما ينشف. هنا ممكن نعمل واحد تاني نحط فيه كذا لون. نحط كده اللون الاورنج ده، ونحط عليه اللون البينك ده بشكل عشوائي كده كده. ممكن لو عايزين اللون الذهبي برضو نحط كده بشكل عشوائي برضو، هيدينا برضو شكل جميل اهو. ونبتدي لو عايزين نعمله كده عشان يدينا شكل مختلف يعني. طبعا زي ما احنا شايفين عايزين سرعة في خلط الالوان لانه بينشف بسرعة جدا. طبعا واحنا بنعمل بقى نعمل بالراحة ونخلي بالنا عشان ما يدخلش جوه اهو بالشكل ده. نسيبه ينشف معانا واوريهولكوا بعد ما ينشف يبقى عامل ازاي. كده انا عندي هنا اهو المج ده نشف وده الطبق اللي انا لسه عاملاه اللي كان باللون البينك اهو شكله جميل يدي منظر حلو. نغير بقى كده ونجدد في اطباقنا، وممكن اي زوايد دخلت جوه بندعكها نغسلها حلو كده، بننضفها بمنديل اول ما نيجي نعمل بمنديل كده ونشيلها عشان ما يلزقش معانا. قبل ما ينشف بيتشال عادي خالص، ولو ما طلعش معاكي عادي بحته سلكه وتدعكيها حلو بيطلع كل ده. انما ده لو غسلتيه بالسبونج او بالسفنجه بتاع المواعين ما بيطلعش، بيفضل لازق معايا وبيفضل بالشكل الجميل ده. لو انت حبيتي تغيري بقى وتجددي يعني طول ما انت بتغسليه بالسفنجه بتاع المواعين اللي هي السبونج اللي بنغسل بيها التيفال هيفضل الشكل الجميل ده موجود ومش هيروح.
لو انت حابه تغيري بقى او تعملي شكل جديد، بتجيبي السلك اللي هو الخشن ده وتدعكيها بيه، حلو قوي، بيطلع معاكي ويرجع لطبيعته زي الاول تاني. يعني انت زهقتي من الشكل وعايزه تعملي لون تاني او تغيري الشكل او الرسمه، بتعملي زي ما قلنا بالسلك تدعكيه حلو قوي بيطلع معاكي. وتعملي اي شكل رخامي تاني. وكده غيرنا شكل المجات والاطباق بتاعتنا، عملنا ليها الشكل الرخامي. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني على قناه ابداعات ندى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.